العواف، انا قلت اجي امسي عليكم. ممكن اسالكم سؤال وما تسترخمونيش فيه بعد اذنكم؟ هي مصر كلها بقت فود بلوجر؟ براق فتح محل من هنا؟ ايه كميه الفود بلوجر اللي ظهرت فجاه مع افتتاح مطعم براق في مصر؟ انا قلت بقى ايه، ما سيبكوش كده، لازم نتكلم لان في كارثه كبيره قوي عاملاها السوشيال ميديا. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وتعالى نتكلم النهارده على مطعم براق وافتتاح مطعم براق. اولا انا مش جاي انتقد خالص الاسعار الخزعبليه اللي بنسمعها. فاتوره عشاء لفرد ب 14000 جنيه، وفردين تانيين دفعوا 16000 جنيه، وثلاث افراد دفعوا 26000 جنيه. احنا اصلا مالناش دعوه بالكلام ده. انا اكبر مبلغ مسكته فيه 13000 جنيه و12000 جنيه و15000 جنيه والكلام اللي هي 19000 جنيه ده ايام ما كنت بجهز نفسي واتجوز وكنت بجيب اوضه النوم بتاعتي، فكان ده اكبر مبلغ مسكته في حياتي. فانا دلوقتي مش جاي انتقد ده خالص ولا اتكلم فيه، انا جاي احكي لكم قصص قصيره حزينه ملناش دعوه بالاسعار زي ما اتكلمت في الاول. ونبدا بقى الحكايه ان انا كنت ماسك التليفون فلقيت على الفيسبوك بوست منتشر بيقول براق سيفتتح مطعمه قريبا في مصر. فمعايا واحد صاحبي حبيبي قاعد فبقول له اقرا هذا البوست ده. قام باصص كده وقال لي ايه ده؟ بوراك هيفتح مطعم هنا في مصر؟ قلت له ايه ده؟ بوراك ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي ما هو مكتوب بوراك سيفتتح مطعمه قريبا في مصر، بس انا فاهم الفوله. قلت له ايه بقى الفوله؟ قال لي بوراك ده اكيد حاجه عامله زي كنتاكي بس هيبقى تخصص وراك بس. قلت الله يخرب بيت امك، انت بوظت السيناريو والحوار اللي انا كنت عايز اتكلم معاك فيه. انا فكرتك هتقرا البوست صح ونتكلم. قال لي بس انا فهمت. قلت له ايه يا معلم؟ قال لي بوراك ده بقى مطعم فراخ زي كنتاكي، هو مصمم على كنتاكي بس هيبقى تخصص صدور بس مش وراك يا فتك. بصيت له قلت له ممكن بعد اذنك ما تشغلش دماغك؟ اسكت. براق سيفتتح مطعمه في مصر، براق الشيف التركي، طبعا كلنا عارفين مين براق. نبدا بقى الحكايه. طبعا انا وانت وكتير مننا واللي بيتفرجوا عليا دلوقتي ومتابعين السوشيال ميديا من زمان عارفين مين الشيف براق. راجل من زمان جدا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيعمل فيديوهات وينزل فيديوهات ويجيب لك بقى ايه، الطماطم يخرطها وما يبصش، البصل يخرطه وما يبصش، العجل يذبحه وما يبصش، والشفيه وما يبصش. بص بيعمل كل حاجه وما يبصش لايده ولا السكين، لدرجه ان انا كنت بقعد اقول ايه، هو الراجل ده ما بيتعورش؟ اكيد بيتعور، بس كنت متابعه قلبا وقالبا. ومشاهير العالم كلها بتروح تاكل عنده وبتتصور معاه وبيعملوا شو والحياه لذيذه وزي الفل. فجاه الراجل قرر انه يجي مصر هنا. اهلا وسهلا يا سيدي وشرفت ونورت. وانا ما بتكلمش عن نفسي، انا لا بتاع حمصيه ب 500 جنيه ولا بتاع كوبيبه ب 140 جنيه. انا راجل معروف تمامي باكل في كشري امل. اروح الصبح للراجل اقول له علبه ب 20 جنيه ومعاها رغيفين بلدي، افطر برغيف واتغدى برغيف واروح البيت اكل اي حاجه موجوده فيه ويبقى كده بالنسبه لي اتعشت والحمد لله وبارك الله فيما رزق. انا ما بتكلمش على الاسعار، ماليش فيه، خلي بالك انا راجل زي ما قلت لك في الاول ما بتكلمش على الاسعار. انا جاي لك في حته مهمه قوي، حته كده تشرقب لها الابدان. هنرجع لمرجوعنا وما طولش عليك. قول لا يا عم محمد طول. براق ده راجل مشهور بقاله سنين السنين بيقدم افخم المأكولات واشهى المأكولات والحياه بالنسبه له بسم الله ما شاء الله. فقوم ايه بقى يا سيدي يجي يفتح في مصر، فالفود بلوجر يسيبوه؟ لا طبعا، كل واحد يروح ينكش فيه، لدرجه ان هم شبه فضحوه. الناس بتقول لك ده مش مطعم، ده تاجر مخدرات، ده بيكسب مكاسب مهول، ده باع اكل ب 22 مليون جنيه في ايام. امال لما يعدي عليه شهور ولا سنه ايه اللي هيحصل؟ عين ايه عيني يا معلم، بس برضه مش هو ده موضوعنا. ندخل بقى في المهم واللي انا عامل لكم الفيديو ده مخصوص عشانه. تخيل ان ده رايح يقيم الشيف براق. انا مش فاهم ده دماغه ايه، انا نفسي افهم. يعني انت جبت الجراءه دي منين؟ ان انت يلي كانوا بيقولوا عليك ان انت اصلا ميكانيكي، انت مالكش دعوه بالاكل، تروح تقيم الشيف براق. انا ما كنتش شفت الفيديو لما قررت ان انا اعمل فيديو عشان خاطر اتكلم عنك ان انت راح تقيم الشيف براق، لكن لما شفت الفيديو صممت واصريت والحيت على راي عادل امام ان انا لازم اعمل لك فيديو. انت يا عمرو يا بيلا رايح تقيم الشيف براق ورايح تقول اللحمه بتاعته مش مستويه؟ يا اخي اختشي على كرشك، والله العظيم اختشي على كرشك. اقول لك على حاجه كبيره ومهمه، انا راجل اكيل وافهم في الاكل قوي. كانت والدتي الله يرحمها طباخه ماهره شيف يعني،
اتكسف اروح عند الشيف براك واعمل ريفيو عن الاكل واقوم قايل ملاحظاتي على اكل الراجل ده اللي بقاله 25 30 سنه مشهور في المهنه دي وبيقدم احلى اكلات في العالم. ففي الاخر يجي واحد ميكانيكي زيك يقيمه، تحس ان في انهيار عصبي اصابني انا. الحمد لله رب العالمين ان الشيف براك راجل تركي ما يفهمش عربي وما يفهمش مصري ومش فاهم الثقافه لسه المصريه وما يعرفش مين عمرو بيلا. لو كان يعرف ان انت هتعمل معاه كده او يعرف الهيستوري بتاعك كان ممكن يطردك من المحل. اصل ما ينفعش واحد بقاله سنه بيروح المطاعم كلها يقول كل الاكل وحش. مفيش مطعم شكر فيه لدرجه ان هو جرب مطاعم انا جربتها هو ما بيفهمش حاجه في الاكل اصلا. في مطاعم انا جربتها وعارف ان اكلها جميل جدا واكلها ممتاز ونظيفه جدا، طلع يقول لا اكلها وحش اكلها زفر. هو ما بيفهمش حاجه. بس انا فهمت بعد كده ان هو ده الشو بتاعه، هو بيجيب الناس على حجره يطلع يدب دب 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 ويشهر بيه تشهير ملايل ب 60 نيله انه اكله وحش، يخلي صاحب المحل يضطر يجيبه ويقعده ويعزمه ويقدم له اكل جامد ببلاش. ببلاش، وخلي بالكم من كلمه ببلاش، ويعمل له ريفيو حلو ويصلح فيه الكلام اللي قاله قبل كده وحش. طبعا الشيف براك ما يفهمش في الكلام ده. واقول لك على حاجه، لو قلت وحش ومنيل ب 60 نيله هيطردك كده شارك بمنديل بره المحل، مش يالا. فعيب بقى، عيب والله العظيم. المجتمع بتاعنا بينهار اما يجي شويه عيال. انا على فكره ما بقصدهمش كلهم، فيهم شباب نظيفه جدا وبتفهم وبتتكلم في الاكل حلو جدا. لكن عمرو بيلا ازاي يا جدعان؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يعني لك ان تتخيل ان في فانز لعمرو بيلا ده قاعده مستنيه الريفيو بتاع عمرو بيلا عن اكل براك عشان تقرر اذا كانت تروح المطعم ولا ما تروحش بسبب راي عمرو بيلا. والله العظيم هزلت، وده اقل ما يقال على هذا الحدث. عمرو بيلا الميكانيكي رايح يقيم اكل الشيف براك ويقول رايه فيه اذا كان حلو ولا وحش. واحنا كالفانز بتوع عمرو بيلا، طبعا انا مش منهم بس انا بقول لكم يعني، مستنيين راي العلامه دكتور مصطفى محمود في الاكل، وقاعدين مستنيين راي الاستاذ عمرو بيلا يقول لنا اذا كنتوا تروحوا ولا ما تروحوش. يعني لو الاكل عجب الباشا يعمل له اعلانات ان هو الاكل حلو فاحنا نروح، الاكل ما عجبوش فيقول لك لا الاكل وحش جدا 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 وما تروحوش. وفي ناس هتصدقوا وتروح او ما تروحش. والله العظيم السوشيال ميديا دي بصراحه عملت لنا علامات في قفانا، احنا خلاص قرفنا وزهقنا. نتقل شويه. انا بدات اتعصب واتوتر على اللي بشوفه على السوشيال ميديا. نمسك نفسنا شويه يا فود بلوجر. الله يسامحك الله يسامحك يا عم نجيب الريحاني، اول فود بلوجر في العالم. اما كان طالع في الفيلم عمال يدوق من كل الاطعمه والجبن والزيتون والعيش، علم الناس بقى الكلاحه دي، برغم ان هو ما كانش كلح ساعتها، الراجل كان عايز ياكل ما معهوش فلوس فعمل كده، فعلم الناس كلها الكلاحه دي وبقت مهنه. ويبقى انت صاحب مطعم مثلا غلبان فاتح فمستني عيل من دول يجي ياكل من عندك ببلاش وياخد فلوس ويقول اذا كان اكلك حلو ولا اكلك وحش. فلنا الله، او شغلوني معاكم والنبي. يعني انا بقول حاجات حلوه في الاكل، هاتوني واعزموني انا وعيالي ماشي، ونقعد نقول الاكل حلو وتمام التمام ومش هناخد فلوس، هناكل بس خلاص. انت بقى اشترك في القناه، فعل الجرس، وما تاكلش اكل من بره، كل من اكل ايد امك او ايد مراتك ولم نفسك عشان الالافات اللي بتروح اوانطه دي. خلاص يا معلم، يلا مستنيكم في فيديوهات جايه. يلا سلام عليكم، سلام سلام سلام.